النهارده بسيط وسهل. كلنا عندنا فرد شباب ما نعرف لهاش فرد تانية، يا اما الحاجات اللي عندنا بايظه. فوانا ماشيه في الشارع لقيت حد كان بيدور في الزباله، بس المره دي ما كانش بيدور على اكل، كان بيدور على هدوم. فبيطلع حاجات كده فلقى هدوم، فبيشوفها وبيقيسها على نفسه، فمن هنا جت الفكره. عندنا فرد شرابات كتير، عندنا حاجات كتير بايظه. فالحاجات البايظه دي احنا لما هنيجي نرميها هنرميها بشكل يبقى ادمي شويه. ده مش معناه ان انا بقول خالص ان احنا نطلع اسوأ حاجه عندنا، بس انا قلت اما اجيب لكم بقى حاجات من عندي من البيت. الشراب ده خلاص بقى منتهي الصلاحيه، بقى مقطوع، وكل واحد بقى وظروفه. في ناس هتخيطه وتلبسه تاني، في ناس هتخيطه وترميه عشان لو حد لقاه، وفي ناس مش هتعمل فيه حاجه خالص. المهم ان كان اللي احنا هنعمله، في ناس كتير قوي بيبقى الشغل بتاعها بيقتضي ان هي تلبس حاجات مبهدله. بمعنى ايه؟ يبقى مثلا ميكانيكي، يبقى بيبيض، يبقى بيعمل، هو اصلا ما عندوش رفاهيه ان هو يبقى عنده اكتر من طقم عشان يشتغل بيه. وبالتالي بتلاقيهم في عز البرد لابس تيشرت مقطع، لابس فانيلا مقطعه. اللي احنا هنعمله ان الحاجات اللي عندنا اللي احنا مش هنستعملها وفي نفس الوقت مش هنقدر ان احنا نديها لحد، يعني تبقى محرج انت تديها لحد، هتعمل ايه بمنتهى البساطه؟ هنجيب كيس بلاستيك. انا عارفه ان ده ضد الحفاظ على البيئه، بس ما عنديش بديل تاني حاليا. اللي عنده يكتب لنا في الكومنتات، وهنحط فيها الحاجات اللي احنا هنرميها، وهنقوم ايه، لفينها كده. طب ايه الهدف من ان احنا نعمل كده؟ الهدف من ان احنا نعمل كده ان اللي هيلاقيها نظيفه، مش جاي عليها بواقي اكل، مش لاقي عليها حاجه. لو هو فعلا محتاجها وهيستفيد بيها، هيقدر ان هو يستفيد بيها من غير ما تبقى مبهدله من الحاجات يعني اللي هي بنبقى راميينها. ودي تبقى حاجه بسيطه. ولو في طريقك حد بيشتغل في الشغلات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ممكن تحتاج هدوم تبقى بتتبهدل، ممكن تديها له بنفسك وانت رايح تنفخ كاوتش، تدي للميكانيكي. جنبك مبيض، جنبك حاجه، اديها له وقول له ان هو يستخدمها في الشغل. مع السلامه.